سلام البنات، ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. مرحبا بكم عندي في وصفه جديده. حبيت ندير لكم تحليه خفيف ظريف تاع فلان كراميل، هي نفسها هذيك اللي نشريوها من برا واجده. اول حاجه هنا واش راح ندير انا، المقطع الاول راهو راح لي، بصح دوك نقول لكم واش درت. هذا الكاس تاع لاصوص كراميل كيفاش خدمته. جبت نفس الكاس هذا السكر، حطيته في طاوه حتى ولا لي كراميل، يعني على نار دليله باش ما يتحرقناش. كي ولا رجع كراميل وداب السكر هذا كامل، واش درت له؟ زدت له واحد ميم با نص كاس زعما، نص كاس زعما هكاك، يعني ناقص شويه نص كاس زعما. يكون دافي، وزدتو تولهو كي تزيدولو على بالكم بلي يتحجر لكم ويطلع الدخان تاعو تولهو تستحرقوا. وبقاو خلطوا بشويه بشويه على نار هاديه حتى يذوب هذاك السكر اللي تحجر، وتولي لكم صوص شويه مايها وهي سخونه. حطوها في الفريجيدير كي تبرد. هنا راهي بردت لي. واش عاوز درت كيما راكم تشوفوا، عاود حطيتها في طاوه. ومن بعد واش جبت هنايا؟ درت مغرف صغيره تاع جلوكوز. هنا حاولت اني نتحصل على هذيك الصوص كراميل. شفتو هذاك الفلون كراميل اللي نشريوه يكون معاه الصوص، تجي معاه في شكاره معاه. شفتوها كيف تجي هذيك بنينه وتجي تجي صوص عاقده. هنا حبيت نتحصل على هذيك لاصوص. المهم حطيت هاد المغرفه تاع الجلوكوز باش تعاوني، باش تخلي لي صوص كراميل تاعي تكون ليكيد شويه وميم طون تكون ثقيله. راكم فهمتوني نورمالمون راني حابه. هذه هي. نخليها على نار متوسطه، حتى يعني بين متوسطه ودليله باش ما تغلبنيش. ونخليه ندوب هذاك الجلوكوز مليح في هذيك لاصوص كيما راكم تشوفوا. حتجيكم كميه مليحه، يعني هي لا باس تاعها كاس تاع سكر برك ومغرف صغير تاع جلوكوز، هذا ما كان. تقدروا تحتفظوا بها في الثلاجه وتستعملوها للتحليه تاعكم للتزيين. يعني مش راح تفسد لكم. حطوها برك في سجاجه في بلاره، اقفلوها ولا في بواط ولا في اي حاجه، واقفلوها واستعملوها للتحليه تجي على الكيف. هنا نحرك هذاك الجلوكوز مليح. انا بطأت شويه في الفيديو باش درت حسابي باش نشرح لكم هذاك المقطع اللي راح لي واش درت فيه. نعاود لكم، هي درت قلت لكم كاس تاع سكر عادي، حطيته في طاوه على نار دليله حتى ولا لي كراميل مع التحريك باش نحاولوا ندوبوا هذاك السكر كامل وما يتحرقليش على الجوانب. راكم على بالكم كيفاش ديروا الكراميل. كي حصلت على الكراميل تاعي حكمت هذاك نفس الكاس، حطيت له شويه زعما يكون ناقص على نص تاع كاس، يعني نقولوا واحد الربع تاع كاس زعما حطيته، وسيت نحطو دافي. وتولهو كي تحطوه كون بالكم بلي تحجر لكم السكر. ابقاو خلطوا 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 نار ديما دليله وحتى يدوب هذاك السكر اللي تحجر. خليوها تغلي واحد 5 دقائق، هذه نسيت ما قلتها لكمش، خليوها تغلي واحد 5 دقائق، طفيو عليها. حطوا هذاك لاصوص اللي تحصلتوا عليه، خليوه يبرد مليح مليح. كي يبرد عاودوا ردوه للطاوه كيما درت انا. حطوا له مغرف صغيره تاع جلوكوز. هنا اللي ما عندهاش جلوكوز واش دير؟ تحط شتو كميه تاع الماء هذيك تاع ربع كاس، تنقص، حط غير شويه ما فريمون، تحط ربع كاس، ربع تاع كاس، وتخليها تغلي مليح. هاد نورمالمون تحصل على نفس النتيجه. هنا بعد ما وجد معايا لاصوص حطيتها، راهي سخونه بزاف وراهي تاخد وقت باش تبرد. انا استعملتها وهي شويه سخونه. جبت هاد القوالب اللي راهم مدايرين حاله، هم طوندونس، هم كامل راكم شفتوهم بالك كامل شريتو منهم. بصراحهم بخاتيك وهايلين، صح صح، عجبوني فريمون، عجبوني ملاح، ظريفين. تجي الحبيبه ظريفه. تقدروا تكملوها الاز وبخاتيك باسكو عندهم الغطاء تاعهم كي تحطوهم في الفريجيدير ما حنهزوا لكم ريحه حتى حاجه. وساهلين كي تقلبوهم. العفسه هذاك الغلاق هذاك اللي من تحت كي تقلبوها جوست تنحيوه تهبط لكم الحبيبه تجري يتسرعد يا مولاي. المهم هنا هاد لاصوص حطيتها وهي سخونه. نتوما الا كان درتوها من قبل وتكون عقده مليح حطوها شويه.
انا هنا كي حطيتها وهي سخونه في لو فون تاع القوالب تاعي، واش راح درت حطيتهم في الفريجيدار، خليتها حتى تحكم راحه شويه باش كي نصب عليها الخليط وهو سخون نسيي ما يتخلطليش مع الفلان اللي نصبو. هذا ما كان. وتقدروا ما ديروش هاد الخطوه، جيست كي تقلبوا الفلان تاعكم ديروا لاصوص اليز من فوق، ولا كان عندكم لاصوص كراميل جاهزه احسن واحسن. نقاصها خدمه ونقاصها كلش. المهم انا هنا في نفس الطاوه اللي درت فيها بعد لاصوص هي بعد اللي حندير فيها، باسكو كراميل في كراميل ومنها نزيدو نديو الكولي مازال. هنا درت يطرا تاع حليب 1 لتر تاع حليب، وجبت هاد العلب تاع الفلان كراميل، هادو زوج شكاير لي شكاره منهم دينا نصف لتر، تما انا جبت زوج باش يديروا لي يطرا، حطيت فرغتهم و زدت حاجه معاهم هي مغرف صغيره تاع نشا، حبيت نزيدها علاه باش تعطيني هذاك القوام الكريمي، وكي ناكلو ما نحسوش روحنا ناكلو الفلان العادي اللي مالفين ناكلوه. هاد المغرف صغيره تاع نشا فريمون تعدل لا تيكستور هذيك تاع الفلان، جربوها. المهم النشا ما تكثروش، شوفوا هنا يطرى درت مغرف صغيره تاع النشا، ماهوش راح يجمد معاكم، درك نذوقوا قدامكم، دوك تشوفوا كيفاش نقسم الحبه، راهو يجي ماشي غير يدوب، راه تبلعوه كلمه. هذا ما كان. السكر اكيد ما نزيدش باسكو الفلان راهو حلو بما فيه الكفايه، مع نزيدوا له هذيك لاصوص من فوق ما عندكم تزيدوا الحلاوه. هذا ما كان. ونقعدوا نحركوا عادي، نحركوا ملي حتى يذوب هذيك المغرف الصغيره تاع النشا، والنار تكون يعني عاديه، تكون شويه متوسطه، ما نلهفوهش مع التحريك المستمر كما نطيبوا اي فلان حتى تشوفوه تحسوه باللي عقاد لكم لتما صاي يكون واجد. هذا ما كان. وهنا كيعقد لي الفلان وسي بون، حسيت راهو واجد، طفيت عليه النار وزدت شويه تاع عطر الكراميل، زدت شويه واحد المغرف صغيره هكاك، وزدت شويه تاع فاني هكا باه نعزز المذاق وباه يجي بنين كثر وكثر. سينو الفلان كراميل ديجا الكو تاعو راهو هايل. هاد النوعيه تاع نواره، فوالا بوبليسيتي نواره هايله. المهم وحبيت نقول لكم ثاني باللي يطرى تاع حليب يدير لكم اكثر من 6. انا حبيت نشارك معكم بالقوالب هادو جدد مادامهم طوندونس، بصح راني استعمرت في دي غامكا اخرين، فهمتوا؟ تسمى الا كان حابين نتوما ديروا باغ اكزومبل حابين ديروا 6 من هادو ديروا نص يطرى تجيكم قد هادو يهزوا لكم نص يطرى تاع حليب، معناتها ديروا شكاره وحده تاع الفلان هذاك تاع نص يطرى برك تجيكم قد. هذا ما كان. هنا بعد لاصوص خليتها شويه بردت لي باش ما تخلطليش مع الفلان. نعمر ليمون تاعي هادو ولا القوالب، نعمرهم ومن بعد نخليهم حتى يوليو بدرجه حراره المطبخ، ثم تروح لهم هذيك لا فابور، تروح لهم هذيك السخانه العاليه فيهم، نقفلهم نغطيهم بالغطاء تاعهم ونحطهم في الفريجيدار، نخليهم يبردوا لي مليح. هذه هي العفسه اللي عجبوني، قلت لكم بخاتيك بزاف في الغطاء باسكو تغطيو الحاجه تاعكم. اللي الحاجه نحبها بزاف باسكو نحب كل حاجه في الفريجيدار تكون مغطيه، ما نحب حتى حاجه تحط عريانه. والعفسه كي نقلبوهم دروك تشوفوا معايا كي وجدوا، نسيو نقلبوا وحده، شوفوا كيفاه هنا بعد ما بردولي جا نفس المذاق هذاك اللي تشريوه. شوفوا ليه هبطت وحده روعه، عجبوني بزاف. هنا دوك نزيد لهم شويه صوص كراميل. نقول لكم جربوا الوصفه، هي وصفه سهله مهله ما فيها والو، يعني تقدروا هذيك لاصوص كراميل تشيوها. المهم انا حبيت نشارك معكم هذا واش حبيت ندير باللاستيس الصغيره اللي فيه. جربوها وما اللي ماشي ابوني بيان سور تابوني، تخلي لي جيم، تخلي لي كومونتير. لاشين لو جروب فيسبوك والانستغرام راكم تلقاو في صندوق الوصف. مرحبا بكم كامل ومرحبا بليزابوني الجدد اللي دخلوا معايا، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده، ومع السلامه، باي باي.